يعني ايه يا ست عصمت انت بتمنعيني؟ طب ما انا ممكن ازقك كده واخش. مين؟ انا يا عصمت هيكون مين يعني؟ ازيك يا السلام ماما؟ عليكم. عامله ايه؟ وعليكم السلام. اتفضلي حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ خير والله. احمد ما جاش من الشغل ولا ايه؟ لا احمد لسه في الشغل يا ماما، انت عارفه اللي هو ورديه. ربنا يقويه يا رب اخياني. يا رب، ربنا يقويه يا رب. عامله ايه؟ ما فيش حاجه يا اختي جايه في السكه كده ولا كده. آه داخله في 4 شهور اهو. ادعي لنا يا ماما، ادعي لنا ربنا يرزقنا في الوقت اللي ان شاء الله يأذن لنا بيه. يا رب بنتي يوعدك يا ابني بالذريه الصالحه ان شاء الله. يا رب اللهم امين يا رب. ما انت حضرتك لسه جايه من بره؟ ايه؟ لسه جايه من بره؟ كنت عند اسماء. هي كويسه؟ رحت انا وهي يا اختي اشترينا، عماله تشتري بسم الله ما شاء الله هدوم وحاجات ومش عارفه ايه. ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب. هو انت جايبه ازدال زي منال؟ لا مش جايبه اسدال زي منال، ده بتاع منال. بتاع منال؟ مم. يعني ايه بتاع منال يا عصمت؟ انتوا بتلبسوا مع بعض كده عادي؟ هي الحياه عادي كده متاحه عندكم؟ حضرتك عارفه ان انا ومنال واحد، مفيش فرق ما بيننا. لا يا حبيبتي، انتوا ومنال 2. هي مرات ابني وانت مرات ابني. انا من ساعه ما اتجوزت يا عصمت دخلتش في 4 شهور اهو. شفتش عندك الا ترنج، كل ما اجي الاقيكي لابساه، ويوم ما اتغيرت تلبسي اسدال منال. امال هدومك فين يا بنتي؟ مش شايفه يعني ان ده حاجه تزعل حضرتك لا شيء يعني. يعني انا عارفه هدوم انت بتلبسي ايه ياما. انا من ساعه ما جيت ما لقيتكيش لبستي حاجه اسالي ابنك تاني. قولي له يا اسماء بتغير ولا مش بتغير، هو يقول. يعني ايه بتغيري؟ ما انا مش عارفه ارد اقول ايه الصراحه يعني. يعني انا هقول لابني مراتك بتغير ولا مش ما انت بتغير؟ بتقولي له انت بتلبسي ايه ولا ما بتلبسيش ايه، ولا بتغيري ولا ما بس ما بتغيريش. شفتكيش غيرتي، ده هو يوم ما اتغيري تلبسي اسدال سلفتك يا اختي، بتقولي صاحبتي. جميل. انا بحب حاجه منال. يا اختي جميله. اصل انا ومنال انت عارفه ان احنا اصحاب من زمان يعني. وبعدين دي حاجه تفرح حضرتك ما تزعلكيش يعني. لا انا هتفرحني ليه يا اختي ولا تزعلني؟ انا مالي يا اختي. بعدين تشربوا لما من اسماء البحر بتجيب يا ماما ما شاء الله جوزها بيديها. يا اختي لو اكبر جوزها بيديها. حبيبتي متجوزه بقى لها 9 10 سنين، انت لسه ما كملتيش 4 شهور يعني. عندك يا حبيبتي الهدوم لسه بالتيكت بتاعتها. الحمد لله ما شاء الله، انا عندي برضو بالتيكت بتاعتها. ولا شفتش تيكتايه لغايه دلوقتي. ما اصل حضرتك رنيتي عليا، ما ينفعش البس حاجه من اللي بتتكت عليها، لازم البس اسدال عشان افتح الباب. انا بقى اخش اشوف بقى في بقى ولا ما فيش؟ لا طبعا حضرتك يعني ما ينفعش إيه ان لا انت تخشي. طبعا؟ لا ده طبعا ازاي يعني؟ يعني انت واقفه لي ليه كده يا عسل؟ طبعا واقفه، ما ينفعش. استنى لو زي حضرتك تخشي الحموات أصلاً. التانية اه اللي تقف كده على الشوار وعلى الهدوم ومرات ابنها جايبه ايه انا ما رضيتش احشر نفسي، قلت دي خصوصيات بتاعتهم سيبيهم. لكن انت دلوقتي بقى ما شاء الله. بتمنعيني. ما انت حضرتك دلوقتي بتعملي ايه؟ لا انا هخش بقى اشوف بقى. لا ما ينفعش طبعا تخشي تشوفي طبعا. يعني دي ايه يا حاجه حبيبتي؟ خاصه بيا، غرفه نومي دي حاجه خاصه بيا، ما ينفعش حد يخشها اصلا. دي ما اوضه ينفعش ابني يا حد بنتي، دي اوضه ابني حبيبتي. وانا والله ليا فيها زي ما ابنك ليه فيها بالظبط. ليه ليكي فيها انت؟ عشان دي اوضتي انا وهو، مش ما اتكتبتش باسم احمد لوحده. لا هي بتاعت احمد ابني بقى. هو انت بقى يا اختي مش عايزاني اخش اوضه ابني؟ لا طبعا لا طبعا. لا انت مش هتحكمي عليا اخش اوضه ابني ولا ما اخشش اوضه ابني يا ماما. ما ينفعش يا ماما، دي حاجه خاصه بيا انا لا وأحمد، دي ما مش ينفعش خاصه أي حد على يخش. امه يا اختي. اللهم لا حول. هو انا عشان ما بتحشرش في اللي ماليش فيه؟ وانت حضرتك دلوقتي كده بتعملي ايه؟ يعني ايه يا ست عصمت انت بتمنعيني؟ طب ما انا ممكن ازقك كده واخش يا ست عصمت. لا حضرتك ماما لو سمحتي يا ريت تتكلمي معايا باسلوب احسن. انا اسلوبي احسن منك غصب عنك. استغفر الله. اوعي يا بنت تقفي كده وتتكلمي معايا بالطريقه دي. انا مهما كان ام جوزك. والله العظيم ام جوزي وعلى راسي، بس لما تعامليني باسلوب احسن من كده. انت بتعامليني باسلوب مش عارفه ماما الصراحه. انت مش عايزاني اخش يا عصمت؟ لا ما تخشيش يا مش ماما، مالكيش هخش معلش انك الأوضة. تخشي. مش هخش الاوضه بالرغم ان انا المفروض عادي اخش اوضه ابني حبيبتي. إيه انا هقعد هنا ماشي، وتجيبي لي بقى اختي الهدوم اللي وهتجيبي لي بقى الحاجات. وانا هاجي اقعد جنب حضرتك بالظبط كده، ولما يجي احمد ان شاء الله باذن الله بيطلبي منه الطلب الغريب اللي يا بتطلبه ده. اختي اسم الله يا حبيبتي. هو يبقى يجيبه لي. الحمد لله يا رب. يا رب يكون احمد. اما اشوف بقى ست عصمت يا رب يكون احمد. يا رب يكون احمد عشان يبقى يومك مش معدي النهارده. ماشي، عشان هو يشوف برضو مامته بتعمل فيا ايه. يا رب يكون هو. تعالي يا منال خشي. الحمد لله. تعالي يا اختي يا اللي العمايل الصودا كلها من تحت راسك انت. السلام عليكم، ازيك يا ماما؟ اهلا. وفي ايه؟ والله منال مش عارفه في ايه. شوفي ماما بتتكلم في ايه ولا بتزعقلي على ايه، اساليها كده. في ايه؟ انت يا بنت كل عمايل الصودا بتطلع من تحت دماغك انت، صراحه ربنا كده. هتاخدنا واحده واحده بالدور. اعوذ بالله منك. كل النصايب السودا بتيجي من تحت دماغك انت. هو ده يا بنت مش اسدالك؟
اقول على عصمت. اه يا اه اختي، بتاعي. لابسه ليه يا اختي مكانك؟ كنتوا بتلبسوا مع بعض كده عادي؟ ما شاء الله يا عصمت، جميل عليكي، خمسة عليكي. الله يكيدك يا بعيده، انت بتكيجيني يا بت. ايوه انت متضايقه، انت كنت عايزاه مثلا تلبسيه انت؟ البسوا ايه يا سفروته انت؟ انت عايزه ايه؟ مش هي عايزه ايه؟ انا مش والله يا حبيبتي انا مش عارفه دي يعني داخله في 4 شهور ما عندهاش ليه يا اختي هدوم؟ فين هدومها يا مين حبيبتي؟ قالك اللي ما عندهاش؟ ما شاء الله دي عصمت عندها لبس ما شفتوهوش. طبلي يا بت، طبلي وانا زرغط. اعملي لها عرض ازياء، اطلعي ادخلي تعملي لها عرض ازياء. بقول لها انا اخش اوضه النوم واشوف فين هدومك، انت بقالك 4 شهور. بالله عليك هو ينفع يا منال؟ خشي اوضه نوم فين يا ماما؟ هي إيه ايه؟ اللي قال لي نافع يا حبيبتي؟ ينفع حد يخش اوضه نوم حد؟ ده ما ينفعش طبعا، اوضه لا ما في خصوصيه. والله وعرفت الخصوصيه عندي انا يا حبيبتي. ايوه، هو احنا لما بنطلع عند حضرتك فوق نسمح حد يجرؤ فينا يدخل اوضتك؟ وانت تخشي اوضتي ليه؟ ده انا اقطع لك رجلك يوم ما ليه؟ تخشي والله اوضتي. اوضتك فيها سبحان خصوصية. الله يا خصوصية. سبحان الله. لكن انا اخش يا حبيبتي اوضه ابني، لكن انتوا تخشوا خصوصياتي انا ليه؟ طب وانت تخشي خصوصيات؟ لا ده ابني مفيش خصوصيه. بصي يا ماما معلش، يعني مع احترامي حق، انت مش صاحبتها عشان تخشي اوضتك. انا مش صاحبتها؟ اه انا احسن يا حبيبتي من صاحبتها، لان انا حماتها مجوزاها راجل زي الفل ما تحلمش بيه. يا دي الرجاله اللي بسم الله ما شاء الله، واخدين رجاله طول بعرض الله اكبر في وشهم. الحبيبه اللي تخلفه. ايوه حبيبتي الحبيبه اللي تخلفهم. ما انا عارفه، انا بقول لك. اسم الله. طب ايه؟ خلاص قلت لها مش عايزين اخش اوضه النوم، هتشيلي الهدوم اللي بالكتل دي اللي انت بالله بتقولي عليكي عليها. بقى ينفع اجيب لها انزل الدولاب عشان ماما تشوف حاجتي؟ ده حاجه تعقل يعني؟ قلت لها اسالي ابنك انا بغير او ما هو بغيرش. حضرتك بس عايزه تعرفي تشوفي حاجتها ليه مثلا؟ كل ده عشان شافت الاسدال بتاعك اللي انا شفته عليكي ما شاء الله جايباه جديد واعجبت بيه وقلت لك منال ادوني عشان انا ما عايز. جاتليش امبارح وانا لابسه العبايه بتاعتك. يا نهار ابيض عليك انت وهي، احنا من بدري انتوا من بعض. بتلبسوا من بعض. اه ايه؟ طب ازاي؟ زي ما ايه؟ بتهرشوش يما؟ ليه جرى؟ ليه واحنا عندنا ليه جرى؟ يا حبيبتي؟ احنا ما ده عندناش المفروض ما جرى. حدش يلبس مكان التاني يا اختي. لا معانا، وهي بتلبس هدومي انا بلبس هدومها. ما كانتش تعرف يا منال واحنا في الشغل كنا يعني بناخد كل حاجه من بعض ازاي؟ هي ماما ما كانتش تعرف. احنا ساعات يا ماما كنا مثلا يعني معلش نجيب ازازه البيبسي، كنا نجيب ازازه واحده ونشرب، هي بق وأنا وانا بق. بق، هي بق وانا بق. خيال عفانتكم. ما بنقرفوش من بعض ولا انا ولا هي وانا اقول خالص. الفيروسات انتشرت ليه في المنطقه منكم انتوا يا معفنين. لا ما هي بيبقى ما بيننا وما بين بعض، مش حد ما حدش بيشرب ثالث ورانا عشان ننقله فيروسات. والله يا عزت ما هو راجع ازاي. ما تحرمش منك يعني. خلاص يا ستي حلال عليكي. العبايه كانت حلوه عليكي ما شفتهاش؟ طب انزلي لي بيها بقى. عجبت محمود جدا، قال لي ما شاء الله العبايه الجميله دي بتاعت مين؟ قلت له بتاعت عزت. والله يا ربنا حبيبتي ما يخليكم تغلى لبعض. عليك. شفتي ربنا يخليكم لبعض. محمود بص اصلي ابيض نور. سالك ايوه ما انا عارفه. هو في ايه يا اختي بتغنوا وتردوا على بعض يا حبيبتي؟ عاملين دوينتون مع بعض؟ والله احنا من زمان. والتالتة الشملولة الطويلة مالها بقى بتلبس منكم؟ لا دي تبعك انت مش تبعنا. لا لا يعني ايه تبعي انا؟ يعني منا ماشيه ما شاء الله على نهج حضرتك، هي ما بتحبش تلبس مكان حد خالص. مطبعاه بطبعي خالص. لكن انا ومنال حاجه تانية. حبيبتي، انا مطبعاه بطبعي، دي مراتي الكبير. ما شاء الله ربنا طبعتها ما يخليها. تلبسش مكان حد ولا تاكل مكان ربنا معلقه يخليها حد. لحضرتك يا وانا رب. كان نفسي امنيه حياتي يبقى ليا سلفه صاحبتي، عشان كده جوزتها احمد. لا انت مش عشان كان يبقى ليكي سلفه صاحبتك، ده انت عشان تلاقي حد يكيد حماتك. قلت اجيب عصمت. ليه يعني؟ مش عارفه يا منال، لو اعرف اللي انتوا الاتنين هتقعدوا قصادي كده وتعملوا لي شغل حلق حوش والله ما كانت اتجوزته. ايه رايك بقى؟ مش عندها مشكله. لا ده انتوا هتعلوا لي ضغط. نفس العبايه الاسدال بتاعي. لا، عارفه يا منال من اول ما دخلت تحسي اللي هي ماما يعني مش عارفه حاجه قرصتها لما كان شفتي عاجبك لابسه الاسدال الازاز. مثلا؟ شاء الله. كنت عايزاه انت؟ بعد الشر عليكي اقول يعني. عليكي ايه؟ عشان مش الله عارفة. عارفه تقرصك. ايوه ماما، هو انت بس انا افهم سؤال بس يا حبيبتي عشان افهم دماغك برضو، ناخد وندي في الكلام كده. انت كنت الاسدال مثلا عاجبك عليا فكنت عايزاه ليه؟ اقلعهولك والله، اخش لا، دلوقتي وأنا هلبس اغيره مكانك. واقلعهولك أمال إيه؟ عايزة إيه؟ اغسلهولك سهله بالك لو عاجبك. يا ماما هي الحياه فاضيه للدرجه دي عند حضرتك؟ الحياه فاضيه ما فيهاش مشاكل خالص، لدرجه ان انت مركزه خدنا ايه من بعض لابسه ومين ده إيه؟ بتاع ايه وده بتاع ايه؟ في مشاكل ولا بتاع في مين الحياة وبتاع أكتر مين؟ من كده. ما انا يا اختي في مشاكل في الحياه اللي ما اكتر من شفتش. كده. يا اختي الله اكبر، تشوفي ايه؟ لازم نخنقوا بعض ونموتوا بعض ونشد شعور بعض يا منال. انت مشاكل مثلا عندك بتيجي تطلعيها علينا احنا مثلا؟ ايش بتعملي كده بتكيجيني يا منال؟ ما كيكيش ولا حاجه. حول ولا قوه الا وانت بالله. عايزه تسمعي كلامها اللي لسه بقالك 4 شهور؟ انا مش بسمع كلامها، انت جيتي عليا، انت اول ما داخله عماله تديهم لي وانا ما عملتش حضرتك حاجه. ليكوا رجاله يترد عليها عصمه انشومانات، بدل يا اختي ما تعلوا لي ضغط مش هتنفعونا حبيبتي. انا اللي جبته لنفسي لما وبتقول جوزت كده. عصمه لاحمد. المصيبه اللي هي بتقول عندي مشاكل، لو عندها مشاكل المفروض ما تعملش مشكله مع حد. عارفه احلى حاجه في الموضوع ده ايه؟ ايه يا روحي؟ هي مش هتعدي عليا فوق. احلى حاجه في الموضوع والله العظيم نفسي اعرف ايه اللي شاغلها وايه اللي مضايقها في علاقتنا ببعض. يا بنتي حماتك دي لو ما تعاركتش، يعني هي عارفه الناس اللي بتتعارك مع دبان وشها؟ او تحسي ان هي تتعارك مع نفسها اه وهي لسه لوحدها. مبيضه الشقه
عاملاها، فمفيش دبان، فنزلت تدور على حد تعارك معاه. اه لقيت هنا الدبانه اللي قدامها بقى راح جايه متركبه. تعيا وتقعد في البيت لو ما تعاركتش مع حد. تفتكري لما تقول لمحمود واحمد ايه اللي هيحصل؟ لا ما اعتقدش هتتصل باسماء. شفتي عملوا فيا ايه؟ شفتي يا اسماء؟ واسماء تيجي تقول عملت ايه في امي وتعمل كده اهو. والله العظيم ده اللي هيحصل. هو الفيلم بتاعهم بتاع الكوره مكبر دماغك. سيبك انت الازاز زي الفل عليك. حلو شكله حلو. تسلمي. ما هي حبيبتي عشان دخلت ولقيت حلوه عليا فبوظت. هي ما بتحبش حاجه حلوه عليا، لما تنزل تلاقي حاجه حلوه عليا تحسي اللي هي مش عارفه في ايه، جرى لها حاجه. مش عارفه غلطه انت تسكني مع حماتك في نفس البيت. تصدقي منال اكتر حاجه مضايقاني منك ان انا دي تبقى حماتك. اه. طب اعمل ايه؟ ما دي طب الراجل كويس، اذا بقى نعمل ايه؟ معلش يا اسد، مش هتلاقي، لازم تطلع لك حاجه في العيله كده تضايقك. صح، تنغص عليكي عيشتك، يا زوج وحش وحما كويسه، يا حما وحشه وزوج كويس. بس احنا حاجتين وحشين اللي هم ايه؟ هي وبنتها. اسماء، ده انا ناسيها، بس اسماء مش قاعده معانا في البيت، بس اليوم اللي بتيجي فيه بيبقى يوم اخبر. بس ايه هتقولي ايه؟ بيقولوا ايه؟ قدر على امها. اكفي القدر على امها، تطلع البت لامها. الحمد لله يا اسماء، ما تزعليش. ربنا يستر منال بقى لما يجوا لنا بقى هم محمود واحمد بقى، تفتكري هتشحنهم ولا هتعمل ايه؟ لا هي بتطلع كده تنزل على ما فيش. لا منال، بس احنا اديناها كلام جامد منال، هي ممكن لو قالت لهم هيظبطونا. ربنا يستر يا اسماء. هننزل هنا ليه يا اسماء؟ معلش يعني حماتك دي مش هتعيش لنا العمر كله يعني. على رايي كمان، على رايي مثلا لما بيقول لك اصبر على جارك السوا. على رايك مش عايزين نكمله بقى، يا يرحل يا ربنا يسهل لها الحال بقى. المهم يا عيسى، انت كنت جايه لك ليه مش عارفه حبيبتي والله. انت كنت جايه تنقذيني، انت ربنا بعتك ليه عشان تنقذيني منها. لا انا كنت جايه عشان كده. امال ايه منين؟ نفسي اكل حاجه حلوه، قلت ننزل اشوفك هناكلوا ايه، نصوب حاجه ناكلوها سوا. عارفه عندي ايه؟ عندك انا ايه؟ عارفه الحاجه الحلوه بتاعتك. عندي فسيخ في الفريزر. قولي والله. والله العظيم. طب يلا طلعيه نخليه ونحمر بطاطس. بس انا عايزه رنجه، تنزلي تجيبي لي رنجه ونعمله. انا لابسه عايزه اجيب رنجه. يلا جيبي رنجه وانا احضر فسيخ. بس عارفه لو حضرتك شافتني من البلكونه ايه يعني ايه يا منال اللي هتطين اكتر ما هي طاينه. يلا يا منال، ما هي الدنيا خلاص ولعه. ماشي يلا حبيبتي، يلا حبيبتي، انا داخله اعمل فسيخ وانت جيبي الرنجه. ماشي. تتنعكش انت، مش عارفه اعمل فيك. نفسي اجيب لي كفر كده يفرش كله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصل بيكم من امتى؟ معلش بقى الشغل بقى. توك ما افتكرته. معلش عامله ايه؟ مش انت قلت لي هات اخوك الحمد وتعالى؟ لله. طب جبته وجيت يا امي. اللي بقى يا اخويا مراتك بقى ناويه ان شاء الله تعمل فيا تكدني اكتر ما انا ولا ايه؟ مالها مراتي؟ في ايه اللي حصل يا امي؟ امبارح يا اخويا الاتنين تقول بيكدوني زي اللي يكون عدوتهم، ما كنش ان انا مجوزاهم رجاله زي الفل ما يحلموش بيهم. منال وعصمت هانم. امبارح دخلت يا ابني لقيتها لابسه اسدال مراتك. قلت لها يوه انت ليه لابسه اسدال منال يا عصمت؟ عادي يا ماما ما فيهاش. قلت لها انت متجوزه بقالك 4 شهور، لحقتي تدوبي هدومك؟ لا عادي احنا اصحاب بنلبسه عادي ما فيهاش حاجه. طب انا عجبها ولا حاجه؟ انا مالي ليه يلبسوا مكان بعض؟ ما دي لسه داخله بقالها 4 شهور يعني عندها هدوم عصمت يعني. عندها بس شافت حاجه عجبتها. ومنال برضو لو شافت حاجه عجبتها عند عصمت هتقول لها اديهاني البسها شويه. انت عارفه ان هم اصحاب من قبل الجواز، دول اخوات يا ام، فهم بيبدلوا هدومهم مع بعض. سيبكم من ده. حلو. امبارح هقول لها اوعى انا هخش انا اشوف الدولاب واشوف هدومك. لا ما انتش هتخشوا. عامله لي ايه ده كده؟ تقول لي دي خصوصيات. قلت لها مش خصوصيات، دي شقه ابني واوضه ابني. امي رد عليها انت عشان انا قلت لها هتزعل مني. رد شملول. بص يا امي، هي الاوضه ديت خصوصيه خاصه بيها هي وجوزها، ليه تخشيه؟ يعني هي خاصه عليا انا بس وعلى الدنيا كلها وعلى صاحبتها اللي اسمها منال اللي يا ريتها ما جوزتها اخوه. يا امي هي منال السبب. ايه رايك بقى؟ استني بس. مش خاصه على منال. مين اللي قال لك ان منال حتى منال ما بتخشش اوضتها؟ محدش بيخش اوضه النوم. في حد بيلبسوا يا اخويا هدوم بعض. عاملين دول. ايوه بتشوفها لابساه بتقول لها الله جميل ده عصمت، انا بعد اذنك انا عايزاه. جميل ده منال، طب انا عايزاه. ده انت يا اخويا ما شفتش بتبص ازاي لمنال ومنال بتبص ازاي لعصمت ويعملوا قلوب وحب ولفلفه ليه ان شاء الله. طب ما ربنا يديم المحبه يعني. ده شيء يزعلك يبقى قلبهم على قلب بعض. هتبقى كويسه لما الاثنين يقعدوا يتخانقوا ويعملوا لنا مشاكل؟ ما الاثنين كويسين مع بعض اخوات. زعلانه ليه؟ الاثنين يتخانقوا تبقى واحده معايا، لكن الاثنين يا اخويا مع بعض ده صعب يا محمود. انت ما شفتش امبارح عملوا فيا ايه؟ الاثنين مع بعض ما تجيبيهم في سكتك الاثنين تبقى انت الكسبانه. لا منال وعصمت انا ما شفت الصحاب كده يا ابني بيحبوا بعض بالطريقه دي. طب دي حاجه كويس.
في ايه؟ يعني معناها ان انا مراتي كويسه لا وسيبك بقى من كل ده. اقول لها منى عمرها ما لبست من هدوم، هتقول لي ما منى طالعه لك واخده طبعك. قلت لها اه طبعا يشرفني، دي مراتي الكبير لازم تاخد طبعي. طبعا قالوا كده لا طبعا. عيب، ما ينفعش. ينفع كده يا محمود؟ ليه طبع امك وحش؟ لا ما ينفعش منها طبعك ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ طبع حلو. ولا يقولوا عليكي كده ولا يقولوا على منى كده. لا ما ما ينفعش. عاجبك؟ ينفع كده يا محمود؟ انت عارفه منى ما بتحبش تزعليش تلبس مطرح حد يا. ما تزعليش نفسك. طب المهم تعملوا معاهم ايه؟ هو هضرب منال واخلي احمد ما يروح يضرب مراته. تضربوهم ولا تشتغلوني؟ ينفع نضرب؟ لا ما تضربوهمش. هو واحنا ناخدوا انت بنات الناس يرضيكي؟ نضربوهم؟ اكيد لا. لا. يعني انت عايزه ايه؟ بص يا محمود، انت تخاصم منال اسبوع ما ايه تكلمهاش. اسبوع ما اتكلمش؟ لا ما تتكلمش معاه. ده لا. ولما تيجي تقول لك الغدا ولا مش هتغدى منين، وتاخد اكلك وتروح تاكله في اوضتك. انا كده اتعود على الصمت ليه على الصمت؟ ليه يا اخويا؟ كده. ما هتكلم مع مين؟ اتكلم مع عيالك. وانت لازم منال بتحسسني ان منال جوه يعني كده انت ايه؟ بتكلمني اسكت، العيال يكلمني ما تكلمهاش. يعني سبحان الله عليك يا ام، يعني هم وانت؟ لو متصالحين مش مرتاحه متعاركين برضو مش وانت مرتاحة. خاصم مراتك يومين حاضر عصمت دي البرد. حاضر. اللي انت عايزاه اهو. بس هو ده اللي بقى انا بس ما تضربوهمش يا ابني. حاضر. حاجه تانية يا امي؟ ولا اقول لك بلاش اسبوع كتير ما انا قلت كده عشان ما برضه. تنكدش على نفسك. انا قلت خايفه كده على برضه. نكدك انت عارفة، يا ابني. انت عارف. بص انت يومين وهو يومين. وده بس. ماشي ماشي رايح ام. ماشي. ماشي حاضر يا حاضر يا أم. اللي انت عايزاه. ماشي. عايزه حاجه تاني؟ لا شكرا، عايزه يعني سلامتك. الموضوع جه في يومين، الحمد لله ان هو جه على قد كده، محلوله يا امي. وتقولوا لهم عيب تكلموا حماتكم كده، دي في بس خلي مقام بالك امكم في عيب. حاجة- في حاجه احنا لو خصمناهم هيطلعوا يقعدوا معاك انت، عشان مش هنبقوا طايقينهم في البيت. لا يقعدوا الاتنين معايا هيتجمعوا فين؟ يطلعوا يقعدوا معاك انت. لا يابا انا مش فاضيه، انا بروح اقعد مع اصحابي، اروح النادي، اروح كده. لا ما يجوش. يجوا فين؟ رايح النادي يا امي؟ انا بروح النادي انت عارف، بقعد مع اصحابي هناك. رايح. امك بتوع النادي وانا وانت بنتحايل على بعض عشان نتجمع نروح النادي مش عارفين. يا اخويا كنت رحت وانتوا صغيرين، كنت بمسككم كده عشان اوديكم تروحوا تلعبوا البتاع اللي بيلعبوه ده بلانيله. انك لله انت المخنه. كنت يا اخويا روحوا وانتوا صغيرين، كنت اخدكم كده وانتوا صغيرين تروحوا تلعبوا البومبار ده اللي بيلعبوه. انتوا اللي ما بترضوش تلعبوه. عامل لكم ايه؟ مش هينفع خلاص بقى، احنا بقى أنا عندنا مالي؟ كرش دلوقتي. كرشتوا. المهم مش عايزه حاجه يا امي؟ سلامتكم. عامله اكل تتغدوا معايا؟ لسه واكل دلوقتي قبل ما اطلع. مش قلت لك حود عليا قبل ما تطلع لمراتك يا ولا؟ انا رحت اتشطفت واكلت لهم عقبال ما احمد جه من الشغل. وانت يا شملول؟ ده انا هنزل اكل مع اسمت لحسن تزعل مني يومين ولا حاجه. شفت انا مش قلت لك خاصمها يومين؟ انت نازل تاكل معاها اهو. انا قفشتك. مش هاكل معاه ست كل. انا هاكل هاكل في معاك. حته وهي هتاكل. انا هاكل في المطبخ. ماشي. يلا بينا يا ابني. يلا عايزه حاجه يا امي؟ يلا قبل سلامتكم. ما ما تفتكر تنسيش حاجه تروحي تانية. النادي. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي النبي يحميكم. شفتوا رضوني برضه النبي، حتى لو بيقولوا كده هم رضوني بكلمتين. ربنا يا رب يرضى عنكم يا عيال يا رب.